الكيك المعتمد عندي اللي كنوجدو دائما بنكهة خاصة والمذاق ولا أروع، فقط بمقادير جد مضبوطة وموجودة في كل بيت. كيك سهل وسريع في التحضير. نبداو الوصفة. أولا كنحتاجو 4 بيضات في حرارة المطبخ، كنوضعوهم في واحد الإناء اللي غادي نخلطو فيه جميع المكونات. كنضيفو رشة من الملح وكوب من سكر سنيدة، دائما كنعبرو بكأس العنبة. نخلط جيدا جميع المكونات بدون توقف وفقط بالضرب اليدوي. من بعد كنضيفو كأس من دانون بنكهة اختيارية، أنا فقط استعملت فاني. نخلط مرة أخرى جيدا دون توقف. من بعد كنضيفو كيس من زهرة البرتقال مع ربع كوب صغير من الحليب، ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. خلطهم جيدا ونضيفهم على خليط الكيك. نخلط دون توقف حتى تنسجم جميع العناصر. من بعد كنضيفو 3 كؤوس طحين و3 أكياس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام. نخلط من الأسفل ثم من الأعلى بحركة دائرية. كناخدو إناء خاص بالفرن كندهنو بالزبدة، وهذا هو قوام الكيك اللي كنحصلوا عليه، كيكون خفيف. من بعد نفرغ الخليط في الإناء وندخله إلى الفرن بدرجة حرارة 170. كنحصلوا على كيك خفيف. أما بالنسبة للتزيين فأنا زينته بالعسل وباللوز اللي كنت حمرته من قبل وطحنته. فما تنسوش تجربوا الكيك وتخليوا لي رأيكم في التعليقات، وبالصحة والراحة.